أولاد لما قلت لكم إنه من قبل الثورة أو أثناء الثورة في 2011 كان بيطلع علينا دراسات كده خزعبلية بتقعد تشوه في صورة الست المصرية، ويطلع الكومنتات كلها تبقى لو الدراسات ديت لو دراسة منهم قالت على الست المصرية انها حلوة او حاجة زي كده، الكل يطلع يهين في الست المصرية. لو قالت انها وحشة الكل يطلع يأكد ان الست المصرية وحشة. ففي الإطار ده في واحدة أوروبية طالعة بتقول أنا ما شفتش أجمل من الست المصرية ونظافة الست المصرية. والله العظيم يا جماعة قعدت تعدد في جمال الشكل للست المصرية، وإن هي كل ما بتمشي بتشوف في المصريات قد إيه هم جمال، وهم بيعملوا إيه علشان بشرتهم تبقى حلوة قوي كده. إيه الخطوات يا مصريات اللي انتوا بتعملوها دي أوروبية؟ ايه يا مصريات الخطوات اللي انتوا بتعملوها عشان بشرتكم تبقى حلوه كده؟ ايه الخطوات اللي انتوا بتعملوها عشان تبقوا بالجمال ده وعشان تبقوا بالنظافه دي؟ تعالوا بقى للتعليقات. ايه ده؟ انت يا اختي بتتكلمي عننا احنا؟ هو احنا عارفين ان النضال بتاع نضال ده ايه ده؟ احنا؟ انت بتتكلمي عننا احنا وحياة ابوك بتتكلمي عننا احنا؟ كل التعليقات بالمنظر ده. ايه ده؟ لا ده احنا اللي كده. ده مصريات بيقولوا على نفسهم كده. يعني مش المصريين بقى الرجاله، لا ده كمان الستات نفسهم مش واثقين في نفسهم، بيكسروا في نفسهم. على فكره انا منظري عار، بس والله العظيم انا مش كده في الحقيقه، اقسم بالله انا مش كده في الحقيقه والله. والله لا، في الحقيقه شكلي احلى من كده. المهم، فعمالين المصريات يهينوا في نفسهم ويكسروا في مقادفهم، والست عماله تشكر فيهم. اقسم بالله يا جماعه، انا فاكرين في اوائل النت وكده كان في حاجات برامج اسمها اي سي كيو. فاكرين الاي سي كيو؟ فاكرين الياهو والحاجات دي كلها؟ الاي سي كيو ده بقى انا كنت خرباه. بس كنت كل كلامي كان مع اوروبيين، ما كنتش بكلم مع امريكان، ما بحبهمش. كنت بتكلم بقى مع اوروبيين من بريطانيا، من المانيا، من فرنسا، من ايطاليا. انا عايزه اقول لكم اني انا اول ما حد يكلمني ويعرف ان انا مصريه على طول ابقى انا نفرتيتي وش، كليوباترا وش. وكان يعني من البريطاني ده كان في واحد بريطاني ده كان معجب بيا، وكان في يوم عيد ميلادي اللي هو زي النهارده، زي النهارده كده، بعت لي عمل لي بتاع كده يعني ورقه كبيره كده كاتب لي فيها كل سنه وانا طيبه مش عارفه وايه، وكلمني في التليفون كان بيعمل كيفنج. كلمني ساعه ساعه عمال بيتكلم معايا. ايطالي كان عايز يعني فاكرين العلاقات عندنا زي هنا زي عندهم مفتوحه وكده. كلهم كانوا عايزين طبعا يحبوني بالطريقه اللي هم بيحبوا البنات في بلادهم بيها. بس طبعا انا ما وافقتش. بس الخلاصه اللي انا عايزه اقولها ايه، انه كانوا بيشوفوني جميله جدا. الفرنسيين الايطاليين بالذات، الايطاليين والفرنسيين بالذات مشاعرهم متدفقه قوي زي عندنا في مصر كده. فكانوا يعني الاعجاب بقى اللي بيشر، وانتي الجمال اللي مش عارف المصري القديم، وانتي عينيكي ولون عينيكي اللي هو المصري يقول لي لا ده انا عايز واحده خضراء وواحده صفراء. واحده خضراء ايه؟ واحده خضراء وواحده صفراء. انا عايزه اقول لكم بالمناسبه دي، وانا في ثالثه جامعه او وانا في رابعه جامعه وانا في الليسانس يعني، آه واحده صاحبه ماما قالت لماما في لإناس عريسين. العريسين دول بغض النظر عن التفاصيل مش مهم، المهم ايه، هم عايزين عروسه وكده، وانا قلت لهم على بنتك وبتاع وكده. بعدين هم بعد ما هي قالت لماما عليا، فهي بتقول لهم مواصفاتي قبل ما يجوا يعني. فقالوا لها لا احنا عايزين واحده تكون بيضه وعينيها خضراء وشعرها اصفر. فبابا قال لماما، قال لها قولي لها
يروحوا شارع الهرم، يعني يقفوا في شارع الهرم يلاقوا كتير من النوعيات دي. فيعني في حين ان المصري بيدور على الشكل البيضة، لان البيضة هي الحلوة، اللي عينيها خضرة هي الحلوة، ف وشعرها اصفر هي الحلوة، فبالتالي يبقى انا مش حلوة. طبعا ما حدش قال عليا وحشه، بس انا قصدي اقول ايه، المواصفات اللي الراجل المصري بالذات في فتره السبعينات والثمانينات، فاكرين انتوا كان حتى كان في تمثيليه عن الموضوع ده، عايزها عينيها خضرا بشعر اصفر، فاكرين انتوا المسلسل ده؟ آم، فالمواصفات غريبه يعني. الاجانب شايفيننا حلوين. انا كنت عايزه اقول حاجه، انا عماله بتوه لان في حاجه كنت عايزه اقولها ونسيت. وحتى البنات دلوقتي الميك اب توتوريالز المنتشره على اليوتيوب من البنات المصريه دايما جزء اساسي في المكياج. اول حاجه تعملها البنت في المكياج انها تركب عدسه، وكأن لون عينيها، لو لون عينيها اسود، او زي انا عينيا سودا، عارفه سودا بجد يعني، مش بني ولا حاجه، سودا بجد. فسودا يعني سوادها ايه، اللي هو بني غامق قوي، اللي هو اقرب للاسود. تمام. او لونها، او لو بنت لون عينيها اسود، لو لون عينيها بني، لو لون عينيها عسلي، لا انا عايزاها تبقى خضراء، انا عايزاها تبقى زرقاء، ويبقى نهار اسود بقى لما تسترخص وتجيب بقى عدسات اللي هي البر دي. فيا جماعه احنا ليه بنوحش نفسنا، وليه متصورين ان احنا وحشين؟ ليه اللي شعرها مش ناعم يعني متصوره ان الشعر الناعم هو الافشخ حاجه؟ ده الاجنبيات بيدوروا على الشعر الكيرلي. انا شعري ناعم والله، بص انا على طول ضرباه في الخلاط مثلا يعني. ف وتيجي واحده فاشله تقول لك ايه، لمي كده شك حضرتك يا حبيبتي، انا شعري ناعم جدا يا ماما. فالكدش ده عندك انت، ده بالمناسبه باي ذا واي يعني، عايزه ارد برضه. فدي حاجه بس كنت كده على جنب يعني، عايزه اتكلم فيها و... وبس كده، يعني ننهي الفيديو كده.